السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده الفيديو مختلف شويه. حبيت نغير بقى موضوع ان احنا بنصور كل يوم فيديو نفيد فيه، نتكلم فيه عن موضوع ان انا اوريكم يومي ماشي ازاي، وايه الحياه اللي فعلا انا حابب اعيشها لحد اخر يوم في حياتي، واللي هي مساعداني الحمد لله ان انا اكون افضل في حياتي، اذا كنت كمريض سكر او اذا كنت كشاب او اذا كنت كرياضي. بالمعنى الاصح ان انا انجح في الحياه واكون انسان افضل واستمتع بحياتي. انا عامل الكاميرا اساسا وحاطط ان انا اصور دلوقتي فيديوهات، بس حبيت ان انا اقول لكم مقدمه قبل ما اصور الفيديوهات. فهصور الكام فيديو دول واقول لكم انا بعمل ايه بعد كده، فمش هطول عليكم، اصور كده الكام فيديو دول وارجع لكم تاني. بفضل الله خلصنا تصوير، صورت حوالي فيديوهين طوال، والفلوج ده هو الفيديو الثالث. انا ماشي ان انا بصور 3 ايام وبعد كده اعمل سكريبتات واصور 3 ايام كمان. تمام. صورت فيديوهين طويل وفيديو قصير، وانا بصور فلوج قصير اساسا مع الفلوج الطويل اللي انا بصوره دلوقتي. فيعني كله زي الفل وتحت السيطرة. انا دلوقتي هقوم نوعا ما ممكن اعمل كوباية قهوة علشان افوق، وانا النهارده ما نمتش كويس. انا النهارده نومي ما كانش يعني ب2 جنيه زي ما احنا بنقول. انا نمت حوالي 5 ساعات 6 ساعات حاجه زي كده، او هما 5 ساعات. فممكن اخد قيلوله في نص اليوم. لو تسالني انت ما نمتش ليه، لان بكل بساطه الجو حر جدا والنور قطع بالليل والدنيا يعني مش في افضل مكان. لكن لا مبالاه للظروف الخارجيه دي، خلينا نركز في اللي احنا المفروض نعمله. ممكن ناخد قيلوله في نص اليوم وزي الفل نقوم نعمل قهوه. صراحة مش هينفع أشغل النور لأن جوه حر أوي، والنور لما بيشتغل الدنيا مش بتكون في أفضل مكان. ادعوا لي أركب تكييف بإذن الله أفتح لكم 500 نور في ضوء. اللي أنا هعمله كده بكل بساطة إن أنا بعمل إيديت لكذا محتوى، لأن أنا بصنع المحتوى تاني بس مش هقول اسمه. وهعمل إيديت للفيديوهات الطويلة أو لفيديو طويل علشان هينزل النهاردة، وفيديوهين قصيرين للمحتوى اللي انت بتشوفه ده. وبعد كده اتوقع ان انا افاجئكم بالحاجه اللي انا هعملها، لان انا الصراحه مش عارف اعمل ايه. احتمال اخد قيلوله زي ما قلت لكم، فتخلينا نتفاجئ بالحاجه اللي هتحصل. تمام، يلا بينا. بيني وبينكم كده كارت النور قطع تاني، بس المره دي كارت مش نور. هنزل اشحن وهاجي مش هتاخر يعني. أنا دلوقتي خلصت معظم يعني 80 90% من الشغل اللي المفروض أعمله. عملت إيديت لفيديوهات، بعت للعملاء علشان المتابعة بتاع كل 15 يوم، لأن إحنا بنعدل الأنظمة كل 15 يوم على حسب اللي بيحصل. والنهاردة ما كانش ورايا مكالمات الصراحة، استشارات، ولا ورايا تصميم برامج. أنا كان بس ورايا أبعت للعملاء وأعمل إيديت للمحتويات اللي أنا بقدمها وبس كده. أنا دلوقتي أقوم أعمل وجبة. الساعة دلوقتي 11، وبعد كده أوريكم هنعمل إيه. والوجبة الحاجة الغريبة إن هي وجبة الفطار، أو ممكن نغير فيها حاجة وكلكم تتفاجئوا منها أما أعملها أنا ورايا. هي دي الوجبة. طبعا أنت شايف بيض مقلي عادي، بس أنا هوريك اللي تحت البيض وهتتفاجئ. اللي تحت البيض أيوه زي ما أنت شايف كشري. هتكتب لي بقى أنت إنسان مقرف، اكتب اللي تكتبه عادي ولا يهمك. تمام، بس انا والله بحب حاجه زي كده. وبرضو السكر قبل الوجبه، لو انت اول مره تشوفني، انا برضو عندي مرض السكر من النوع الاول. السكر كان 130، واخدت الوجبه دي حوالي 5 وحدات من سريع المفعول. اخلص الوجبه والمفروض ان احنا ننزل نجيب طلبات للبيت وهنتمشى، هنمشي حوالي 5000 خطوه. فخلص الوجبه كده نشوف هنعمل إيه. نزلت اتمشى. قبل ما انزل الملعب، انا هنا في مركز الشباب تبع القريه اللي انا فيها. في ميه اساسا في الابار، ميه. والله مش عارف هي غلط ولا لا، بس انا يلا بقى اتوكل على الله سيب على الله. فالراجل بيقول لي انا بشتغل مش قادر، ازاي انت تيجي تقعد في المكان ده؟ انا والله سالت نفسي السؤال ده، قلت طب انا بعمل كده ليه؟ يعني ايه اللي يخليني انزل امشي في عز الحر الموت ده وانا مش مجبور على كده؟ بكل بساطه انا عايز كده. انا يعني سعيد بالحياه وهي كده، سعيد وانا بخرج، سعيد وانا بعمل، سعيد وانا مش محبوس. حتى لو مزاجي وحش بحب اعمل الحاجات دي، ان اخرج بره المود اللي انا عايش فيه. تمام. فهمشي كده يعني، بلف الملعب الكبير اللي هو ال11، بلفه حوالي مرتين 3 مرات حاجه زي كده وبس كده. وجينا بعد مشي حوالي 6000 خطوة، مش هنقوم بشكل متواصل الحمد لله بفضل الله. اتوضيت، ودلوقتي انا هصلي صلاة الظهر. الساعة دلوقتي 1:15، هصلي الظهر وبعد كده اوريكم انا عامل ايه. تمام. صراحة أنا صليت، بس الوالدة محتاجة ننزل نجيب كرتونة بيض، وهجيب كرتونتين برضو، لأن أنا بستخدم في الشهر 4 كراتين بيض.
وبحاول ان انا اقلل استهلاكي برضه عن كده. هتقول لي ليه؟ هقول لك مش بخل، بس مش عايز اتربط بحاجه زياده عن اللزوم. ده تفكيري بقى يا عم، بفهمه زي ما تفهمه. تمام. فانزل اجيب 3 كراتين وهاجي وهتعلم الانجليزي. تمام. عشان لو ما عرفتش اظهر لكم، انا بتعلم انجليزي من دولينجو ومن بودكاست استماع انجليزي. تمام. 10 دقايق بودكاست ودورين من دولينجو. تمام. نوعا ما ممكن يكونوا قليلين، لكن انا بفضل ان انا اعمل حاجات قليله لفتره طويله اكتر من ان انا اعمل حاجه كتيره لفتره قليله. فاهمني؟ عايزه يبقى اللايف ستايل يعني زي ما احنا بنقول. ويلا بقى، انا بسمع بودكاست مناسب للمستوى بتاعي. انا المستوى بتاعي E2، فبسمع حاجه تكون مناسبه ان انا اكون فاهم بنسبه 60 70% من البودكاست، وما بترجمش، مش بسمع كلام، لا انا بحاول اخلي الكلام والحاجه اللي مفهمهاش بفهمها من السياق، يعني افهم السياق وساعتها ابدا استوعب هي ممكن تكون ايه. ودولينجو بس كده. وانا بسمع البودكاست الصراحه وبكون 10 دقايق بعمل حاجات زي ان انا برتب الاوضه، المكان اللي انا قاعد فيه، ارتب الحاجات اللي حواليا دي، الرينج لايت، فاهم؟ ترتيب بسيط، اكنس الارض، علشان نوعا ما ما بحبش اسمع من غير ما اعمل حاجه. مش عارف دي مشكله عندي ولا ايه، بس يعني انا بحب كده. صباح الخير ثاني. انا زي ما كنت قلت في بدايه الفيلم ان انا هاخد قيلوله 45 دقيقه، بس صحي تعبان يعني، صح عايز انام كمان. وعملت كوبايه قهوه تاني وهقرا من كتاب فن اللامبالاه. ثواني اوريهولك. هو الكتاب ده فعلا قرأت منه 40 صفحة، غير حياتي بمعنى الكلمة. 40 صفحة لحد دلوقتي، صدق أو لا تصدق. فجرب إنك تقرأه، وخصوصا لو أنت نوعا ما بتكون مخنوق أغلب الوقت. تمام. فهقرأه كده، وبعد ما أقرأه نروح على الجيم. أنا خلصت قراءة، بس وأنا بقرأ ماي فريند أسامة. أنا آسف بقى، شعر منظره غريب، لكن أنا مش هتصرخ. أنا عامل فيديو ده إخواتي بس هم اللي بيشوفوه، فعادي يعني. ما علينا. أسامة صاحبي رن عليا، الجيم قافل لأن في حالة وفاة، ادعوا له بالرحمة. ثروت، اللهم ارحمه اللهم امين. عندنا هنا في البلد اللي احنا فيها، في القرية اللي احنا فيها، في حالات وفاة بشكل يومي وشكل غريب مش طبيعي. فادعوا لهم بالرحمة، ربنا يرحم الجميع ويرحمنا، لأننا كلنا أموات ماشيين. فلو هتسألني أنت هتعمل إيه؟ مش هتتمرن؟ أكيد يا صاحبي، مفيش حاجة اسمها كده. هتمرن ملاكمة، هلعب شوية ضغط، ممكن شوية بوكسات في الهواء كده، ممكن أخلص أعمل استرتشات، أعمل شوية كارديو. المهم يعني 40 دقيقة تمرين وكده، وناكل الوجبة بتاعت بعد التمرين، وأصور لكم برضه وأنا بتمرن في البيت وإيه اللي أنا بعمله، بس محدش فكرني مجنون، أنا تمام. والله يا جماعة مش عارف أقول لكم إيه. أنا ما صورتش جزء كبير قوي، بس أنا هختصره لكم باللي أنا هعمله دلوقتي. انا بكل بساطه بعد التمرين نزلت صليت العصر، وفي شخص توفى اللي هو اللي قلت لكم عليه تبع فرحت الواد دفنه، الله يرحمه ويجعل مسؤول الجنه، كان من احسن. اسمه ثروت، الله يرحمه وادعوا له بالرحمه. تمام. وخلصت بعد كده وطلعت البيت، اكلت وجبه بس ما صورتهاش، ده اللي مضايقني بقى. وما لقيتش حاجه شبهها في البيت اصورها، هي دي المشكله بقى اللي تعباني، يعني ما حدش اكل زيها او الاكل خلص، مش عارف ايه اللي. انا نوعا ما انا باكل من البيت يعني، مش بقى بطبخ لا لا، الحاجه بتطبخ وانا بتوكل على الله. هو كان 200 جرام بطاطس و100 جرام رز وحوالي 150 جرام سمك صافي مشوي، وحوالي 2 بيض، ايج ايجز فدي كانت الوجبه. وبالذات السكر، انا كان سكر قبل الوجبه كان عالي شويه، كان حوالي 200، وده بسبب شده التمرين العاليه، وانت شفته اكيد لما كنت بعرج. واخدت حوالي 12 وحده انسولين، لان الفتره دي نوعا ما حسيت الانسولين عندي مش في افضل مكان، وده طبيعي لمرضى السكر في فتره من الفترات. دور برد باين، مشكله عندي هرموناتهم مش متظبطه، وانا ما نمتش كويس، فاكيد انت فاهم حاجه زي. وبس كده هنشوف انا هعمل ايه. انا الصراحه برضه عملت حاجه، انا بقعد وبجيب ورقه وبقعد اكتب كل الافكار اللي في دماغي. انا لسه عامل الموضوع ده، وانصح اي حد يعني. بقعد زي ما انا قاعد كده على المكان اللي انا قاعد، بشغل موسيقى هاديه وبكتب كل افكاري. ده اسمه جورنالينج، انك بتجورنال الافكار بتاعتك، وبعد ما بتخلص كتابة كل الافكار والمشاكل اللي عندك تحلها وكل الكلام ده كله، بتكتب في الاخر 3 حاجات انت ممتن على وجودهم في حياتك. انا كان الامتنان عندي ان انا عندي مرض السكر، ده الامتنان بتاعي، وان انا الحمد لله مشهور مش على القناة دي، بقدم محتوى تاني. وتالت حاجة
الصراحة مش فاكرها أوي، بس يعني على العموم 3 حاجات ممتن عليهم، فاعمل العادة دي لأنها مهمة جدًا. أنا باقعد حوالي ساعة أكتب في الأفكار، أعمل الحاجات دي كلها، نُص ساعة، ساعة، ما لهاش وقت. أنا باكتب بافضّي دماغي كلها، بعد ما باخلّص الموضوع ده فعلًا، فعلًا كإني كنت شايل حمل تقيل وشِلته، ودي من أهم العادات، والله أنصحك فيها فعلًا لو أنت حابب حياتك تكون أفضل. وكان في مشكلة كنت باحلها برضه، مشكلة إن نوعًا ما الreach وقع هنا على اليوتيوب، فحليت الموضوع إن بكل بساطة إن أنا باعمل كل اللي عليَّ ومسلِّم أمري لله، فالنتيجة هتيجي مع الوقت. فأنا طوّلت أوي في الكلام اللي أنا قُلته ده، تعالَ نشوف أنا هاعمل إيه بعد كده. أنا الصراحة ورايا فرح، هاروح فرح شخص كده عندنا لسه صاحبي مكلمني، فهو لسه هيتغدى وهيلبس، فعلى الساعة 08:00 لإن الساعة دلوقتي 07:15 07:30 حاجة زي كده، فعلى الساعة 08:00 توكل على الله، ممكن أصور لكم كده لقطة، ولما آجي بقى أوريكم أنا هاعمل إيه، وبرضه في الوقت بتاع الفرح ده أكمل باقي الخطوات وكده. وأنا مدخّل دلوقتي 2500 سعرة، أنا عايز أدخّل 2800، فيالّا نتوكل على الله. وبس كده، ده كان اليوم بتاعي. طبعًا أيامي كلها مش بتمشي كده، أنا نوعًا ما يومي بيتمحور حوالين البيت، وإن أنا بانزل أروح الgym وباتمشى، بس النهارده ما كانش في gym لإن حالة الوفاة. اللي هاعمله دلوقتي إن أنا هاصلي العشا لإن أنا ما صليتش العشا، بس الساعة دلوقتي 12:00 هانام تمام. شوفني الفيديو الجاي لو أنت حابب تبدأ في التدريب وتوصل لأفضل شكل جسم ممكن، أو حابب تحجز معاها ميعاد مكالمة استشارة، أو لو أنت مصاب بالسكر وحابب تاخد الكورس اللي باتكلم فيه عن كل حاجة أعرفها عن المرض، دوس على أول لينك تحت في الdescription وبإذن الله ساعدك. وبس كده، كان معاك خالد ناصر، سلام.